بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهارده يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو لو انت عندك شيت زي كده، شيت كبير فيه مجموعة داتا كبيرة، فانت محتاج ان انت تقعد تراجع، او لو محتاج ان انت تراجع على كل بيان، فانت محتاج ان انت تراجع بدقة عشان ما يحصلش خطأ. فالخاصية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ان انت لما تقف على الصف اللي انت بتراجع عليه يديلك لون تبقى واقف على الصف، بحيث ان انت عينيك ما تطلعش او تنزل عن الصف اللي انت بتراجعه. ازاي الكلام ده بيتم؟ اول حاجة بنحدد كده، بندوس جوه الجدول اللي احنا واقفين عليه وندوس كنترول ايه ونحدد الجدول بتاعنا، وبنخش على قائمة هوم كونديشن فورمات، وبختار نيو رول، وبختار يوز فورميولا تو ديترماين، وبكتب هنا المعادلة بتاعتي، المعادلة اللي هي يساوي رو، وافتح القوس واقفله، يساوي سيل، وافتح قوس واعمل كوتيشن واكتب رو، واعمل كوتيشن تاني واقفل القوس، وادخل على الفورمات بتاعتي واحدد نوع الخط اللي انا عايزه. عايز مثلا بولد اتليك، في الالوان بتاعتي هنختار مثلا لون معين، لو يكن اللون ده، وهندوس اوكي. اللي هو علم لي على الجدول اللي انا واقف فيه. طب لو نزلت انا بالسهم كده تحت ما عملش حاجه، فكده في حاجه ناقصه. اللي هي ناقصه ايه بقى؟ ان انا هاجي اقف هنا على الشيت اللي انا فاتحه، وهدوس عليه كليك يمين، واختار حاجه اسمها فيو كود. هنا احنا يا جماعه هنستخدم كود بس بسيط جدا. هندخل على ورك شيت، هندخل نفتح السهم ده كده ورك شيت، وهاجي هنا كده واكتب تارجت دوت كالكوليت. تمام، هنا كالكوليت. رايح كده على الجدول بتاعي، زي ما انا طالع كده ونازل يلاقيه الصف بيتغير معايا. حتى لو نزلت بالسهم او طلعت لفوق، لو حبيت اعدل مثلا في خالد او في خالد محمد، فهاجي هنا مثلا واعدل الرقم بتاعه. لو حبيت اعدل في مروان بيحدد لي الصف اللي انا عايز اعدل فيه او اللي انا براجعه. يبقى انا عرفت ان انا واقف فين، او براجع لحد فين. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.